بغينا ولا كرهنا التعامل ديال القنصليات المغربية بإسبانيا تبدل بواحد الدرجة كبيرة. أنا دوك الناس ما عاطيني ما قالوا لي، أنا كندوي بالحق. أنا كنعقل في 2007 2008 2009 وقبل، أقسم لكم بالله إلا النهار اللي كتكون غادي لفالنسيا القنصلية غادي لجهنم، ما عرفتش فين غادي، واش غادي تقضي ولا ما غاديش تقضي، ولا غادي تضارب ولا ما غاديش توصلك النوبة. واش عقلتوا ولا نفكركم؟ اليوم الحمد لله هذا أسبوع باش مشيت لألميريا، شديت الرونديفو، قداو معايا بالزربة، ما تعطلتش عندهم حتى 5 دقائق. بغينا ولا كرهنا التغيير كاين وزوين، والله يرحم ليهم الوالدين. علاش؟ لانهم هناونا من دوك المشاكل اللي كانوا شحال هذا. غير حتى حنايا كمواطنين خصنا نوليو الله يرضي علينا كنتفهموا وكنعرفوا بانه كيف ما كتمشي عند السبليون وكتشد النوبه، كذلك فاش تجي عند خوتك شد النوبه. انا راه ما كنجي معاهم ما كيقولوا لي ما عاطيني، ولكن الحق خصنا نسمعوه. ايوا سيادي داك النهار قلت لكم بانهم غادي يوليو يخدموا السبت والحد، وغادي يبدلوا التوقيت من 3 حتى 6 العشيه. ايوا اخر الاخبار انهم غادي يديروا قوافل المناطق اللي فيها المغاربه كتار، مثلا لوركا غادي يمشيو لكارتاخينا، وبعض المناطق اللي فيها مغاربه كتار غادي يمشيو. من اجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل التقرب من المواطنين المهاجرين المغاربة. الحمد لله كتعتبر القنصلية المغربية بإسبانيا من القنصليات أكثر تواجدا، وهذا من أجل ماذا؟ من أجل القرب من المواطنين المهاجرين مرة أخرى. الحمد لله 12 القنصلية. بغيت نسول الناس ديال فرنسا ديال هولندا ديال بلجيكا واش لاحظتوا تغيير ولا ما لاحظتوش. أنا كنشهد بالحق والله العظيم إلا وليتي كتمشي كتقضي غرضك وكتخرج بحالك. غالي شي شويه الباسبور بيني وبينكم، ولكن هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي عطا الله، خلص وسكت. الحمد لله كنقضيو غرضنا كنرجعوا بحالنا، الحمد لله هذا هو المهم. كنعاودو نطلبوا الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. الا كتسمعوا هذا الفيديو ولا هذا النداء حاولوا كيفاش ديروا مع عباد الله تسهلوا لهم الحصول على حسن السيرة. الله يجازيكم بخير، لانه هذا مطلب مهم واساسي. علاش؟ لان المغاربه والله الا كيتكرفسوا باش يحصلوا على هذيك الوثيقه اللي غادي تيسر لهم وغادي تخليهم يشدوا ورقتهم. سمحوا لنا، جزاكم الله. الا ما كنتيش داير ابوني دير ابوني. يلا تهلاو ليا فراسكم وتصبحوا على خير.